كيف أعرف أن الإله الذي أعبده هو الذي سأجده عند الموت؟ وهناك آلهة أخرى كتير، وكل واحد يؤمن بأن إلهه هو الحق وهو الذي سيجده. أنا أريد أن أعرف من هو صاحب السماء والملكوت حتى لا أتفاجأ عند الموت. لا تتفاجأ. أريد أن أعرف من هو صاحب السماء والملكوت حتى لا أتفاجأ عند الموت وأجد إله آخر، يعني يفاجأ بأن في إله آخر غير اللي هو كان بيعبده. ولا أريد الاعتماد على مشاعر مزيفة أو توقعات ربما تخيب، ونحن لا نعلم الغيب ولم نذهب للسماء حتى نجزم بشيء. الله يباركك. سؤالك مهم وأنا هجاوبك، وانت اتكلمت بالعقل وأنا هجاوبك بالعقل. أولا، الله خبرة وليس فكرة. انت عايز تعرف بالعقل. العقل لما يفهم حاجة يبقى سيد للحاجة، يعني العقل لما يفهم المسألة يبقى سيد للمسألة، ولما يفهم الميكنة يبقى سيد للميكنة، ولما يفهم الله يبقى سيد لله، وحاشا لأحد أن يسود الله. عشان كده حتى في اللغة الإنجليزية لما تيجي تفهم موضوع يقول لك you understand. عارف يعني ايه understand؟ يعني فوق المستوى. لما تفهم الله يبقى بقيت فوق مستوى الله. عشان كده الله ليس فكرة عشان تتكلم انت بالعقل وتقول امور مزيفة وامور ربما الواحد يدور ويلاقي اله اخر. لكن ايه معنى كلمة الله خبرة؟ يعني تختبره في حياتك، تختبره في قلبك، فده اختبار وجود الله في حياتك. أيوة في آلهة كتير، لكن الكتاب المقدس قال كل آلهة الأمم شياطين. طب أنا هقول لك على حاجة. لو أنت دخلت جنينة معاي ولقينا في الجنينة شجر مانجا، 10 شجرات للمانجا، تعرف إزاي إنه أحسن شجرة من الشجر دول؟ تعرفها إزاي؟ من ثمرها، صح ولا لا؟ من الثمرة تعرف الشجرة. هكذا كل دين بيقدم ثماره. شوف ثمار الدين بتقول ايه وانت تعرف. الله حب، الشيطان كراهية. لو الإله اللي انت بتتبعه بيحرضك على المحبة يبقى هو ده الإله الحقيقي. لو إله اللي انت بتعبده بيحرضك على الكراهية والبغضة للآخرين يبقى ده ليس إله حقيقي. دي نمرة 1. نمرة 2، انت في اختباراتك تقدر تعرف وقول له يا رب عرفني ذاتك، اكشفني عن نفسك. ولما ربنا يتعامل معاك ويكشف لك عن نفسه، هنا انت هتعلن إيمانك بالكامل. لكن كونك انك انت تقول انا مش عارف انه اله، لانك انت اصلا ما تعاملتش لا مع المسيح ولا مع الله. فانت دي جاي دلوقتي تسألني انه اله. اجي في الاخر، طب ايه رأيك في الآية اللي بتقول ان الصديق واثق عند موته؟ من هو الصديق؟ اللي يصدق اقوال الله. وانت مش مصدق الكتاب المقدس يبقى انت مش صديق، فعند موتك هتكون هالك وهتكون ضايع وهتروح لإله آخر تفاجأ به اسمه إله الظلمة. اصحى لنفسك وفوق لنفسك. الله هيستجيب. ادخل واقفل بابك على نفسك وقول له يا رب أنا في أمور كتيرة مشككاني ومحدش هيقدر يعرفني غير أنت. اكشف لي بروحك، وأنا واثق إن الله اللي كلم قديسيه هيتكلم في قلبك
وهيعلن ليك كيف تعيش الله.